كيفاش قصت هاد الصيدلي اللي تسالات حياته بالزاج مطحون؟ والسبب غادي يصدمكم خوتي المغاربه، وكلوه الدجاج مطحون. كيف كتسمع. فشكون هو عصام اللي كثر من 20 سنه وهو ساكت، لا حنين ولا رحيم، كيعاني في صمت بسبب ثقه بسيطه دارها في شخص؟ فتخيل معايا شنو وقع. انا الا سمحت ليه راه ما غاديش يفوتوا عقاب الله، راه دابا يعني في 22 عام من الحياه ديالي عطاه الزاج مطحون، لا شفقه ولا رحمه. كيبقى يدوز الدم حتى كنغيب. هاد السيد اللي كتشوفو قدامك حتى هو كان بصحته بحالي بحالك بحال كاع المغاربه، خدام مزيان وبصحيحته، عايش حياه كريمه، ولكن بسبب خطا بسيط تحولت حياته من نعيم الى جحيم. هاد القصه اللي غتسمع غتغير نظرتك للمجتمع، غتغير النظره ديالك لبزاف د الامور. فما خصكش تثق في اي شخص. يجب عليك ايها الامير ان تكون ثعلبا لمعرفه شبكه الفخاخ واسدا لاخافه الذئاب. انا ما غاديش نقول لك ما تتعاملش مع الناس ولا تبقى وحيد، انما نقول لك احضر راسك، رد البال. هاد القصه غتغير بزاف د الحوايج في حياتك. هادشي اللي وقع لهاد الشخص ممكن يوقع لاي واحد فينا. عصام كان صيدلي وعيش حياه عاديه، حياه مألوفه اللي كنعيشوها جميع، الا انه تعرض للخيانه وضعوا له الزاج مطحون في الاكل. الخلاص ديال الله صعيب. انا مسامح اي واحد اذاني. من ديك الوقيته هو يعاني، من ديك الوقيته هو من طبيب لطبيب. في 2006 عصام كان متزوج وعايش مزيان، من بعد غادي يطلق لامور شخصيه، فرق مع الزوجه ديالو وبقى عايش مع الاب ديالو. ولكن ما هي الا ايام قليله الاب ديالو غادي يغادر، الاب اللي كان مكلف بالكرا، الاب اللي كان هاز فوق كتافو حمال الدار. جا وقت الفراق ومشى وخلى الابن ديالو وحيد. كافح معايا وكبير في العمر، وصلت 80 عام ديك الساعه. هنا غتبان معاناه جديده فقدان الاب اللي كان اخر نقطه مضيئه في حياه عصام. من بعد ما توفات الام ديالو، عصام بقى يتقاتل واخا خانته الصحه. رغم هاد المعاناه كامله والبيبان جميعا تسد في وجه عصام، الا ان عصام ما استسلمش. عصام حاول انه يدير اللي بجهده باش انه يخدم ويقدر يعيش، الا ان الصحه خانته. بعض المرات حتى 4 ايام كيبقى بلا ما ياكل، كنبقى 3 ايام 4 ايام بحال ليله ميت. بقى كيطلب وكيسعى في الزنقه. عصام ما بقاش قادر يخرج، ما بقاش قادر على التحمل. واحد السيد تكلف ليه بالكراء، هاد السيد اللي بالدور ديالو غيتوفى حتى هو دابا تقريبا شي شهرين. هاد الشمعه اللي كانت مازال شاعله في حياه عصام حتى هي طفات. عصام بقى لا مساعد ولا معين من غير الله. الطبيب باش يشخص حاله عصام طلب منه واحد التشخيص طبي، فقال له خصك دير لايريم ديال الراس والعمود الفقري، يعني تصوير بالرنين المغناطيسي. هاد السيد ما عندوش. عصام اليوم خرج كيطلب وكيناشد في المغاربه. ايري بارطاجي هاد اللايف، يبارطاجيه الله يرحم الوالدين. كيطلبك انت اللي كتشوف في هذا الفيديو، كيطلبك انك اليوم تعاونوا وتساعدوا. فاقل شيء هو تشارك المعاناه ديالو. ما تقولش الدوله هي السبب ولا هي اللي خصها تتكلف به. حنا عارفين هذا الشيء كامل وبلا ما نكذبوا على راسنا. احنا مسلمين ومن واجبنا نهزوا خوتنا، من واجبنا اننا نعاونوا بحال هذه الحالات، نديروا يد في يد ونعاونوا بعضياتنا. يا صاحب الوجد انفق، لا تغرنك الدنيا وما فيها، هذا الفقر وما غناك الا شرف فقير. اليوم عصام وغدا انت ايها العصامي. هذا خونا بالاسلام طلب منا المساعده. الا ما قدرتيش تساعدو فشارك على الاقل القصه ديالو. كاين الجواد اللي يتكلفوا به. نبغي اي واحد وصل لنا هنا يبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل صوت عصام. اليوم عصام، غدا تقدر تكون انت، نقدر نكون انا، يقدر يكون خوك، يقدر يكون واحد من عائلتك. فشارك الفيديو وما تبغالش، واخا في المجموعه صيفطوا صديق لاي حاجه. يوقف معايا في الصحه ديالي باش نرجع منها غير شويه، ما باغيش نكون عالة على شي واحد.